المدافعين عن الوحدة والجمهورية استشهد وهو يدافع عن الوطن وعن شرفه العسكري، ضاربا بصموده في وجه الظلم أروع الأمثلة على جسارة القائد العسكري اليمني. على هامة المجد والخلود حمل جثمان عميد الشهداء وشهيد العمداء العميد الركن حميد القشيبي إلى مثواه الأخير. تحفه دعوات من هطلوا مطرا يترجمون بدموعهم الوفاء أنصع صفحات تاريخ مناضل قل أن تلد ميادين القتال أمثاله، وتتسابق على حمل جثمانه الشرف أيادي رجال هبوا نسائم رحمة من كل فج عميق ليؤكدوا للعالم أن شهداء الشرف والدفاع عن الحق لا يموتون، بل هم أحياء عند ربهم يرزقون ومخلدون في صدور ملايين البشر ممن آمنوا بالوطن ووهبوا أرواحهم فداء له. القشيبي رجل المعارك والصمود بدأ حياته باحثا عن الحرية في ميادين الثورة، وثائرا ضد جبروت الحاكم الفرد صاحب الحق الإلهي بالتفرد بالأرض والإنسان والسلطة، الذي قتل كل معاني الإنسانية لدى من ولي قهرا عليهم، وحاول فرض المعتقد اللاحق في أذهان العامة دستورا من خرج عن فرضياته الزيف فكافر حقت عليه لعنات الحاكم بموجب صكوك الوهم وعنجهية الطغاة. استشهد مدافعا عن الجمهورية والثورة والحرية، رافضا عودة شريعة الغاب وسطوة الحاكم المستبد والانحناء لإرادة من منحوا أنفسهم أحقية تقرير مصائر البشر، ومانحي صكوك الغفران لمن اتبع أهواءهم وسار تحت راية لا يستظل بظلها زورا إلا من أوهموا بأنهم سيرثون الأرض ومن عليها. استشهد القشيبي إذن كما أراد ثابتا كالجبال، شامخا كالنخيل من حنت له هامة ولا رف له جفن ولا خفق له قلب بخوف أو جزع ممن يخافون أنفسهم قبل الآخرين. استشهد كما أراد مدافعا عن شرفه العسكري، وقبل ذلك عن شرف وطنه، لم يهرب أو يستسلم رغم حصار دام شهورا، بل وقف صامدا مقارعا لكل عنجهية الإرهاب، ملقنا فلول القتلة بأمر سيدهم دروسا في التضحية والفداء والصبر والحزم والحكمة، فلم يكن معتديا بل كان مدافعا عن الوطن ومنفذا لأوامر القيادة السياسية والعسكرية في الدفاع عن مدينة عمران التي لم يغادرها إلا بعد أن ارتفعت روحه إلى جوار ربها، كما أراد هو لا كما أراد قاتلوه الذين أعمتهم نار أحقادهم عما ينشدون. فما كان القشيبي من أتباع العم سام، وما كانت عمران مدينة محتلة دنستها أقدام الصهاينة الذين يرفعون شعار العداء لهم. بناء على توجيهات وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة والقيادة، سنتصدى لهذا الأسلوب المسلح، ولكن في نفس الوقت لا مانع لدينا من الأسلوب السلمي والمظاهرة السلمية الغير مسلحة والمرخصة أسوة بالمسيرات التي تجوب العاصمة صنعاء، ولسنا عن منأى عن مثل ما يحدث في صنعاء، ولكن أسلوب الهيمنة والغطرسة واستفزاز المواطنين ودخول المدينة بالأسلحة هذا مرفوض جملة وتفصيلا. رحل القشيبي جسدا مرصعا بأوسمة المجد، أما روحه فذهبت إلى خالقها مطمئنة راضية مرضية، لتبقى ذكراه وما سطره من ملاحم بطولية خالدة في ذاكرة من قتلوه ومن فقدوه. فمن قتلوه سيظل جرمهم كابوسا يطاردهم في حلهم وترحالهم، وستبقى عصاه سيفا مسلطا على رقابهم، والخوف الذي زرعه في نفوسهم حيا ما تذكروا أنهم حاولوا بقتله أن يقتلوا خوفهم من بندقيته الحق على حين غفلة من ثقة أولاها لمن لا يثقون حتى بأنفسهم الأمارة بالغدر والقتل ولو أقسموا على ذلك. فكلما أطلقوا عليه الرصاص ظنوه حيا، فأعادوا الكرة 70 مرة وما زالوا من سطوته خائفين، فمثلوا بجثمانه باحثين فيه عن سر قوته وعظمته وعن أسباب تقهقر فلولهم أمام ضرباته الحق المتوالية. أما فاقدوه فمن المستحيل
يستحيل أن تغادرهم بطولات هذا القائد الفذ أو يتناسوا صموده الأسطوري أمام العناصر المتمردة للحركة الحوثية الذين أرادوا بالقتل والدمار إجهاض مخرجات مؤتمر الحوار. إذن رحل القائد البطل حميد القشيبي تاركا في قلوب عشرات الآلاف ممن شيعوه ذكرى رجل صدق ما وعد، ومآثر قائد سكن المتارس وكان عصيا على الطغاة وهو متكئ على عصاه مدافعا عن الثورة والجمهورية والوحدة. استشهد بعد حياة من أحداثها تتجلى حقائق الكفاح والنضال والتضحيات لواحد من أشجع وأبرز من قارع الظلم وقهر طغاة اليمن الجديد. فطوبى لك أيها الفدائي الجسور، يا من وهبت حياتك من أجل أن نحيا نحن، يا من قدمت روحك في سبيل وطنك وأيقظت ببطولاتك الملايين من الضمائر النائمة في أحضان الخوف، فعشت عزيزا ومت وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود، فلا نامت أعين الجبناء.